اقولك ايه، ما كفايه بقى سندوتشات جبنه للولاد، وتعالي اقولك هاتي الطماطمايه والبصلايه وشويه توم، وتعالي اقولك على اكله مغذيه ومفيده، وغير كده وكده اقتصاديه، ولا لحمه ولا فراخ. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم يلا بسرعه شجعوا اختكم نشوه بقى بلايك كتير، ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. طاسة عندك على النار هتضيفي 3 معالق كبار زيت، عليهم 3 فصوص توم مهروسين، معلقة كمون، معلقة كزبرة، نص ليمونة. هنقلب تقلبتين لحد امتى؟ لحد لما نشم ريحة تحميصة التوم. خلي بالك هنا النار لازم تبقى متوسطة عشان التوم لا قدر الله ما يتحرقش مننا. ببقى محضرة بصلاية تكون كبيرة شوية، وهنا وصفتنا بتعتمد ان احنا نكتر فيها الخضار على قد ما نقدر. بعد ما بنقلب البصلة تقلبتين لحد لما تدبل معايا، بنزل عليهم بوحدتين من الطماطم متقطعين بالشكل ده. بس هنا انا الطماطم شايله القلب، يعني مقطعاها من غير القلب اللي فيها، لان انا مش عايزاها تفقد سوائل كتير. وكمان شويه فلفل الوان على سبايسي لو متاح عندك. هننزل عليهم بكوبايه الا ربع من صلصه الطماطم او الطماطم الفريش، عليهم معلقه كبيره من معجون الطماطم، عليهم نص معلقه صغيره من السكر، وكمان هتظبطي الملح، وعليهم كمان رشه من النعناع الجاف. اولا هنا النعناع الجاف ده هيودي وصفتنا لحته تانية خالص، يعني اكنكم بتاكلوا حاجه حلوه جدا. هنسيبها على النار. اول لما تغلي غلوه واحده بس هتجيبي علبه التونه الحلوه دي، عايزه تختاريها بقى مفتته، عايزه تختاريها قطع اللي تحبيه، وتروحي ضيفاها وتقلبي تقلبتين، وتسيبيهم لمده لا تقل عن 3 دقايق على النار. اول بس لما تبقبق معانا كده، انا هنا ببقى محضره نص كيس مكرونه سلقاه، مش بغسلها ولا حاجه، يا دوبك هي اول لما تتسلق بصفيها بس، يعني خليها تتسلق 3/4 سوا كده، واروح ضيفاها على كل المكونات بتاعتنا. طيب يا نشوى احنا مش عايزين مكرونه، خلاص ولا يهمك، ممكن تاكليها بدون مكرونه، بس هتسيبيها تتسبك اكتر، يعني الصوص اللي فيها ينشف كده شويه. عايزه بقى تاكلي معاها بطاطس محمره، طبق سلطه، طبق مخلل، والله عايزه اقول لكم ما تبقش منها فتفوته كده، كلها خلصت في ساعتها واحنا قاعدين. اولا سخنه وجميله، طعم التونه حلو جدا جدا معاها، ما تقلقوش خالص لان ما فيهاش زفاره خالص خالص، طعمها فعلا جميل ومغذي جدا. واهو بعدنا شويه عن اللحوم، بعدنا شويه عن الفراخ، وعملنا اكله مغذيه لاولادنا. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انتوا استفدتوا يلا بسرعه شجعوني بلايك كتير وشير كتير، استنى كومنتاتكم الحلوه، وكمان عايزه اعرف بتتابعوني من انهي بلد. بحبكم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.